كيكة النهاردة هنعمل كيكة برتقان. كيكة من ضمن الكيكات الأساسية معانا طول الشتاء. هنعملها النهاردة مع بعض بطريقة بسيطة وسهلة وفي الخلاط، ومكونات موجودة عندنا على طول في البيت. طعم وريحة وقوام بجد مفيش بعد كده. خلونا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنحتاج 3 حبات من البرتقان يكون مغسول كويس جدا عشان هناخد بشر القشرة الخارجية. هنحتاج حوالي معلقة كبيرة ونبعد تماما عن القشرة البيضة عشان بيكون فيها مرارة شوية. وبعد كده هنحتاج عصير من البرتقال، كوباية كاملة من العصير 250 ملي، سواء هتستخدموا عصارة يدوية زي كده او في الخلاط. المهم ان هي كوباية من العصير البيور بدون اي اضافات ومن غير قشر، يعني متصفي كويس جدا. بعد كده هنجيب الخلاط بتاعنا وهنزود فيه كل المكونات السائلة بتاعتنا. 3 حبات من البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ، وهزود عليهم كوباية من السكر، يفضل يكون سكر ناعم، رشة صغيرة جدا من الفانيليا وبشر البرتقال اللي احنا عملناه. ونضرب كل الكلام ده مع بعضه في الخلاط 5 دقايق ولا حاجة لحد السكر ما يدوب تماما. بعد كده بجيبهم وازود عليهم كوباية الا ربع من الزيت وكوباية العصير البرتقال اللي حضرناها في اول الفيديو. وبس كده نضرب كمان دقيقتين وكده المكونات السايلة جاهزة معانا. هاخدها في بولة خارجية وازود عليها المكونات الجافة. الدقيق استخدمت دقيق متعدد الاستعمالات عادي جدا، طبعا لازم نعديه على مصفى ونزوده بالتدريج. احتجت كوبايتين وربع من الدقيق، زودوه بالتدريج، ممكن تحتاجوا معلقتين زيادة او معلقتين اقل. زودت كمان معلقة ونص كبيرة من كيك شيف من دريم، بيخلي الكيكة هشة ومرتفعة ومسامها ضيقة. وطبعا ما ننساش رشة ملح صغيرة جدا. وبس كده نقلب كل المكونات دي مع بعض. استخدمت مضرب يدوي عادي، وهقلب في اتجاه واحد ونحاول ما نقلبش كتير علشان الكيكة تطلع مش مكتومة كده وتكون هشة. بس كده ده خليط الكيك، كده هو جاهز ان هو يدخل الفرن. باخدهم على الصينية مقاس 30 في 20 مدهونة بالزبدة، او ممكن تبدروها بالدقيق زي ما انتوا عايزين. خبطتين 3 كده على الرخامة نطلع اي هوا زيادة وندخلها على طول على الفرن. طبعا الفرن يكون متسخن من قبلها حوالي 10 دقايق ولا حاجة، على درجة حرارة 180 في نص الفرن. بتاخد تقريبا 45 دقيقة مع المراقبة طبعا، والدقيقة كده ولا حاجة شواية في الاخر. وبس كده رشيت عليها سكر بودرة في الاخر للتزيين، واتفرجوا بقى على الجمال. طبعا كوباية الشاي بتكون مستنية الكيك لان الريحة بتبقى قلبة البيت كله. لازم تجربوها. شايفين قد ايه هشة وطرية ومسامها ضيقة ومرتفعة جدا زي الاسفنج. جربوها بالهنا والشفا مقدما، واشوفكم ان شاء الله على خير قريب في فيديو جديد.